الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة مريمينا مفرح القلوب. تيقن إن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا. رسالة بولس الرسول لأهل روميا أصحاح 4 عدد 21. رسالتك النهاردة بشفاعة الأنبا والنس، شفيع الأشياء المفقودة. بركة صلواته وشفاعته تكون معانا كلنا. بيطمن قلبك برسالة مخصوص علشانك انت، وبيقولك افرح واطمن، ربنا يسوع المسيح هيعوضك بدل كل فرحة راحت واتسرقت منك براحة بال وسلام ونجاح. تعويضه فعلا مبهر، وهتقول من قلبك لأن الله أنساني كل تعبي. كل تعب عندك له مقابل عنده وتعويض، هيعوضك أضعاف أضعاف ويحقق ليك اللي انت حلمت بيه وطلبته منه. إله الخير هيفرح قلبك ويكبر بخاطرك ويجيب لك الخير كله، واللي انت طلبته منه هيتحقق. أبوك السماوي جنبك، عالم بحالك وبكل ظروفك، هيحل كل المشاكل ويغير الظروف للأحسن، مش هيخذلك أبدا. فعند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. يسوع هيظبط كل المتلخبط في حياتك، هيطبطب على قلبك بأفراح سماوية، وهترنم مع داود النبي وتقول عظم الرب الصنيع معي وصرت فرحا. هيخرجك من ضيقتك وينور لك طريقك، معك حيثما تذهب، يرشدك لكل ما فيه الخير لك. فمهما كانت ظروفك صعبة تأكد إنه سيصنع لك العجائب والمعجزات، ويغير ظروفك للأفضل، ويحول حزنك لفرح وضيقتك لفرج وتعزية، والمستحيل لممكن. بس انت اترك كل همومك بين ايديه وثق فيه. ولو زعلان روح كلمه، قوله انا مش همشي غير لما تريحني يا رب، علشان مفيش غيرك اللي بيفهمني وبيحس بيا. ساعدني يا رب استحمل وشيل معايا شيلتي، وصدقني ربك الحنون هيريح قلبك وبالك. هو عارف إمكانياتك، هيحول كل اللي حصل معاك لمجده والخيرك، سيقودك إلى الأفضل. اللي فات جايز كان مليان وجع، بس اللي جاي مليان تعويض وفرح. تصبح على نهاية لكل تعب عايش فيه، ويصبح قلبك مرتاح بتعويضه وبسندته ليك. اوعى تشك في لحظة لو كنت حاسس انك متروك او مجروح، ان كده ربنا نسيك وما بيدورش عليك. ده الدرهم كان له قيمة عند الست، والخروف من 100 كان له قيمة عند الراعي، وانت تمنك دم يسوع المسيح الغالي كله. فازاي بقى يتركك وما يدورش عليك؟ خليك مطمن، هيعديها المرة دي كمان على خير، وجراحك هيشفيها ويحقق ليك أمنيتك. فمن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي قادر على إخراج أمنياتك من حلم إلى واقع تعيشه. اطمن، أنت مميز، أنت معاك رجاء ربنا عظيم، وبيقولك لا تخف أنا معك. تشدد وتشجع، بيقولك تكفيك نعمتي. كل دي وعود من إلهنا يسوع المسيح. بتطمن، إلهك اللي بيخطط لمستقبلك هو الجالس على كرة الأرض، ولما بيأمر بالنجاح بيتحقق، ولما بيبعت بركة بتوصل. فما تقلقش، ونام النهاردة وانت سايب ليه بكرة يرتبوا ليك حسب إرادته الصالحة، وهتصحى على فرح كبير لحياتك. اتعود تدخل ربنا معاك
في كل عمل بتقوم بيه، وتقول له إيدك قبل إيدي يا سيدي، وفكرك قبل فكري يا رب، وبركتك قبل جهدي. واطمن جدا، وضع كل مخاوفك ومشاكلك في إيديه القوية. الآية بتقول في مزمور 105 أصحاح 2: لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. عمره أبدا ما هيخذلك، زعلان هيفرحك بعد التعب الشديد اللي انت مريت بيه، وزي ما كان معاك في الماضي هيفضل معاك في اللي جاي، لأنه هو أمس واليوم وإلى الأبد. ومهما حسابات الدنيا تقولك صعب أو ما ينفعش، حسابات إلهنا بتقول ممكن وبتفوق أي عقل. فمن ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ اطمئن جدا، سترى وتعيش زمن افتقاد الرب لك وتعويضه. هيملأ قلبك بالسلام بدل القلق والحيرة، ويديك الاستقرار والهدوء وراحة البال. هيديلك النجاح في كل شيء بتسعى فيه، بس انت اعمل اللي عليك وسيب الباقي كله بين ايديه، وتأكد ان اي شيء بين ايديه بيكون كله خير وبركة. فكن مطمئنا، وتذكر دائما ان الله لم ينسى اسمك، ولم ينسى طلبتك، ولم ينسى دموعك. وكل دقيقة بتقضيها في الصلاة محفوظة أمامه، وكل عمل محبة بتعمله محفوظ عنده، وكل صبر تحملته له مكافأة عظيمة عنده. آمين. يا رب يسوع المسيح، من أعماق قلوبنا بنشكرك لأنك أب صالح ومحب، ولأنك لم تترك أولادك أبدا. نسألك يا رب أن تملأ قلوبنا بالسلام والاطمئنان، وأن تمنحنا رجاء لا ينطفئ ومحبة لا تبرد أبدا. بارك كل من يستمع إلى هذه الرسالة، واشفي كل مريض، وعزي كل حزين، وفرح كل قلب مكسور، وافتح أبواب الخير أمام كل من ينتظر معونتك. أعطي حكمة للمحتارين، وقوة للضعفاء، وتعزية للمتألمين، وأعلن حضورك في كل بيت وفي كل أسرة. يا رب بارك بيوتنا وأولادنا وعائلتنا. يا رب نجاحا للطلبة، عملا للمحتاجين، بشفاعة أمنا القديسة العذراء مريم، وصلوات جميع القديسين والأنبا والنس. اقبل منا هذه الصلاة، لأن لك المجد والكرامة والعزة إلى الأبد. آمين. ربنا يبارك حياتكم ويفرح قلوبكم ويعوضكم بكل الخير. ولو شعرت إن الرسالة دي جاتلك في وقتها من الأنبا والنس، شفيع الأشياء المفقودة وإجابة لصرخة في قلبك، اكتب أمين يا رب لتكن مشيئتك في التعليقات، وشير الفيديو يمكن تطمن قلب حد كان محتاجها زيك. آمين. قناة مريمينا مفرح القلوب.